السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة السنة الجديدة، وربنا ينول كل واحد اللي هو بيتمناه، وربنا ينعم عليكم بنعمة الستر والصحة ان شاء الله انتوا واولادكم. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هعمل معاكم الفيديو النهاردة على المخلل. النهاردة انا جايبة ليفت هخلله معاكم. الليفت طبعا طول الشتاء احنا ما بنستغناش عنه، والمخلل عامة يعني جنب اي اكل. يلا بقى ان شاء الله نبتدي مع بعض الوصفة. هنعمل المخلل الليفت. هنحتاج ايه؟ انا معايا 3 كيلو ليفت مقطعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، بالقطاعة قطاعة عادية خالص. ومعايا 4 معالق كبار ملح. الملح ده خشن، ملح خشن. ومعايا بنجرايه. البنجرايه طبعا قطعتها قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين عشان احطها بين اللفت وانا بخلله. ومعايا نص كوبايه خل. نص كوبايه خل. الخل هيديله تسويه، يعني هيسويه كويس ويديله مزازه. يعني وانت بتاكليه كده هيبقى هتلاقي كده حته اللفتايه كده بتبقى مززه كده، طعمها حلو كده في بقنا. والملح طبعا الملح طبعا كميه الملح مش كتيره. بس نسيت حاجه هقول لكم عليها، معلقه صغيره سكر. السكر طبعا بيديله قرمشه، والخل في نفس الوقت برضو بيديله لون، بيثبت اللون بتاعه. دلوقتي هبتدي انزل باللفت كده اهو، حبه كده في القعر كده اهو. وكل حبه هحطهم ما بينهم كام وحده بنجر علشان اللون كله يبقى يوصل كله لللفت. هبتدي بقى احط ايه هنا اهو، حبه بنجر في الجزء ده كده اهو، وزعه كده. وارجع احط برضو طبقه زي اللي انا حطاها الاولانيه. انا بعمل كده ليه؟ علشان كل اللون يتوزع في اللفت. زي ما انتوا شايفين كده خلاص انا حطيت اللفت والبنجر اهو باين قدامكم زي ما انتوا شايفين. اعمل بقى ايه المحلول اللي انا هحط فيه، اللي انا هحطه على اللفت. انا هنا غاليه ميه ومبرداها قد ايه، دول 3 كيلو لفت. انا البرطمان بتاعي هياخد لترين ونص ميه، مغلياها ومبرداها وسبتها خالص لحد ما تبرد. هحط عليه ايه؟ هحط عليه 4 معالق ملح. ادي 1 2 3 4 معالق كبيره، وعليهم نص كوبايه خل اللي انا قلت لكم في المقادير عليه من الاول. وهحط كمان معلقه صغيره سكر. معلقه صغيره سكر زي ما انتم شايفين. هبتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي اقلب المحلول ده كله مع بعض لحد ما يدوب الملح والسكر. خلاص كده انا قلبت السكر والملح كويس قوي. هبتدي بقى انزل بالمحلول على اللفت كده اهو زي ما انتم شايفين لحد ما ياخد الكميه. لو الميه مثلا نقصت هزود ميه عادي مفيش اي مشكله، او مثلا احتاج شويه ميه هزود ميه مفيش مشكله. شوفوا اللون ابتدى لسه برضو لسه ما استواش، واللون ابتدى يظهر في اللفت. ان شاء الله يطلع حلو باذن الله. بس كده اهو. خلاص كده اهو. هزود بس شويه ميه صغيره. خلاص كده اهوت. حطيت كل كميه الميه. هعمل بقى ايه؟ هقفله بقى كويس
هقفله كويس كده اهوت واسيبه بقى. هيقعد قد ايه؟ هيقعد بتاع يعني 6 ايام او 7 ايام كده بالكتير، ممكن كمان قبليهم يعني 5 ايام 6 ايام، وابتدي افتح عليه واكل منه ان شاء الله. بعد ما يستوى هوريهولكم باذن الله واوريكم شكله هيبقى ايه ازاي. ان شاء الله تعملوه بالف هنا وشفا. تعالوا بقى اوريكم اللفت، مخلل اللفت بعد ما اتخلل خلاص واستوى. هفتحه ده اهو. نحط حبه كده، بصوا ميته حمرا ازاي. شايفين اللفت وجماله طالع احمر ازاي وشكله حلو ازاي، يفتح النفس. جربوا الوصفه بتاعتي دي اللي انا عملتها بيها وهيعجبكم ان شاء الله. انا بس صايمه مش قادره ادوقه، بس لو انا دقته هلاقيه مقرمش وطعمه حلو. جربوه بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم. بالف هنا وشفا على قلوبكم. والوصفتنا خلصت النهارده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم مره تانية في حفظ الله.